السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، أرجو أن تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم شرح عمل ستيوب، وهو يعني مثلا كيفية تحميل برنامج. يعني مثلا نحمل برنامج يطلع لنا خيارات موافقة على الشروط وهذه الأشياء. هو كيفية نعمل بهذا. أول شيء سوف أرفع لكم على موقع الميجا بيتا والموقع فورشيرت، وهو هذا الملف نحتاج إلى برنامج وهو انستال جروزو برو. بعد التحميل سوف يظهر لكم بهذا الشكل. لازم يكون عندكم برنامج ملف الضغط، ثم تضغط على extract here، وثم يظهر لك ملف يوجد هام جدا، تضغط عليه وتقرأ، وذلك تضغط هنا والتحميل سهل جدا. نعم، وهذا أعتقد أنه باللغة الفرنسية. يمكنكم تغيره إلى لغات عدة. بعد التحميل التثبيت تضغط عليه، سوف يظهر لكم بهذا الشكل. تضغط عليه وثم يس، وثم يظهر لك بهذا الشكل. وبعد ذلك نضغط على next، وبعد ذلك هنا تضغط اسم الملف، مثلا البرنامج. مثلا تريد أن تدخل فيه لعبة أو برنامج، لتثبيته لازم تضغط لك هذه الخيارات: حقوقك الذي تريد بنشره. مثلا أنا سوف أرفع لهم هذه الخطوط، خطوط فوتوشوب، أبدي فوتوشوب أكثر من 2000 خط، وسوف أرفع لكم لتروا ما هو الطريقة. نضغط هنا اسم البرنامج الذي تريدون أن يظهر لهم هنا. مثلا خطوط عربية أو ونضغط اكسترا. هنا نضغط اكسترا لاختيار الملف. مثلا انا حفظته في الداونلود، نذهب على هذا ونذهب على داونلود وعلى هون وعلى هون، ونضغط اوكي. انا سوف اريد ان ارفع هؤلاء كلهم. اوكي، ثم نيكست. عفوا، هنا لا نضغط اسم الذي نريده، هنا الملف، وثم هنا نضغط الاسم الذي نريده. يعني هناك نختار الملف وليس الاسم، وهنا الاسم. اوكي، نكتب خطوط عربية بهذا الشكل. هنا تختار اللغة. لا أعرف أين هي الأجنبية، لأن حملت البرنامج باللغة الفرنسية. أنا ما أعتقد عن إنه هي، لا، لكن لن يصبح. أوكي، نيكست. هنا سوف لا عليكم بها، لأن يصبح في مزايا لا عليكم بها. ضغطوا على نيكست. أما هنا فهو يجب عليك اختيار. هنا يعني ياخذ الشاشة كاملة، يعني مثل هذا الشكل، هكذا أصبح. أو إذا تريده أن أصبح بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل. طبعا هو اختيارك، إذا كنت تريد بهذا الشكل أو بهذا الشكل. إذا أردت بهذا الشكل يمكنك إلغاء هذا السوداء، يعني يصبح هكذا، أو إبقائه. وهنا تغير اللون السوداء إلى ألوان عدة، هذا الشكل، والزرقاء إلى هذا اللون، يصبح هكذا مثلا. يعني ناخذ هذا، هنا نكتب نيكست. يعني هنا لرؤية العمل لحد الآن ناخذ نيكست. هنا لوضع صورة هنا، يعني لازم تكون مصمم صورة على هذا الحجم. تضغط هنا سوف يعطيك
خياران صورتان وأنا نخلي تختار لك. طبعا هو يطلب منك اختيار BMP. BMP لم يصبح في أدوبي فوتوشوب. لوضع الصورة BMP نذهب إلى الصورة التي تريد وضعها لأن تصبح BMP لوضعها هنا. نذهب إلى الصورة على سبيل المثال، سوف أخذ هذه الصورة، نأخذ على Edit وثم نذهب لنا بهذا الشكل، نأخذ على File وثم Save As وثم نأخذ على BMP ديسكتوب. اوكي ناخذ بهذا الشكل، نذهب على ديسكتوب وثم نختار الصورة. كما ترون أن أصبحت هذه الصورة الذي اخترناها. لتغيرت الصورة نختار بهذا الشكل هنا ونرجع اختار الصورة. طبعا هنا الاختيار شكل الأيقونة لا مهم كثيرا، لكن للتأكد يعني مثل الكمبيوتر. طبعا لازم BMP. نذهب إلى الصورة، مساحة الصورة Edit File وSave As. نذهب إلى BMP وسيف ونطلع من الصورة ونختار هذا الشكل. نذهب على الديسكتوب ونختار الصورة، ناخذ بهذا الشكل يصبح. مثل ما قلت انها ليس مهمة بالكثير. نضغط على Next. هنا يعني مثلا تكتب رابط صفحتك او اي شيء، لكن لازم يعني باللغة الاجنبية www.facebook.com/yasin وهنا حقوق الشروط لتحميل البرنامج. أنت تكتب، لكن أنا لم أسجل. نضغط على Next. وهنا المكان الذي يعني يحفظ فيه. نضغط على Next. وهنا ننتظر. سوف تظهر لنا بهذا الشكل. مثلا سوف نسميها على سبيل المثال عربية. سيف. ننتظر. كما ترون سوف ينتهي الوقت من هنا بهذا الشكل. نخرج. وكما ترون هذا هو السيف. عند تحميله سوف يظهر لهم بهذا الشكل. يضغط عليه ثم يضغط على يس وثم يظهر لهم بهذا الشكل وبهذا الشكل. هنا رابط الصفحة، فقط بالضغط عليها سوف يذهبون إليها. ونضغط على Next. وهنا المكان الذي سوف يحفظ فيه البرنامج. نضغط على ديسكتوب. Next. ننتظر. وكما ترون هذا هي الملفات الموجودة في البرنامج. اضغط فوتوشوب يعني انت تتفنن في هذا العمل. انا فقط اريد ان ابين لكم
وهذا كل ما نملكه في هذا الحلقة. أتمنى أن الحلقة تنال إعجابكم، ولا تنسوا لايك للفيديو واشتراك على قناتي. وذا طبعا اعتبر هذا برنامج. لحذف البرنامج نضغط على كنترول بانل. طبعا يعني أنت على سبيل المثال حملت برنامج، لحذف البرنامج نسحب، وهذا هو البرنامج من ضمن البرامج. خطوط عربية تم حذف البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.